بتعمل لهم اختبار، واللي هينزل على صبار الشوك هو اللي هيخسر. واخر ولد هو فعلا بينزل عليه وبيخسر، عشان كانت تحسب اللي بينزل عليها ده الوحش اللي فيهم. وبتلاقي ان هي جايبه عرسان لبنتها عشان بنتها مريضه ومش اي حد يتجوزها. واول ما بتيجي مش بتعجبهم العرسان، وبتندع جنايني وبتقول له انت هتبقى معاهم في المقابله. وهم قاعدين واحد بيمسك الزباله وبيرميها على الارض عشان ينزل الخدامه العجوزه، وهي بتكنس بجيب المقاش على جزمته. فبيشتمها بيقول لها الجزمه دي لو قعدت سنه كامله تشتغلي مش هتعرفي تجيبيها. وبعد ما بيمشي بيطلع ان دي مش ست عجوزه، دي كانت العروسه، وكانت بتعمل كده عشان تشوف مين الطيب ومين الوحش. وبتاخدهم على الاوضه اللي بتتعالج فيها، وبتقول لهم انا عندي المرض الخبيث، اللي هيتجوزني هيهتم بيا ويساعدني. واول واحد بيرفض يعيش مع واحده مريضه، والتاني بيقول لها ماشي مش هيفرقنا المرض. والبنت بتفرح وبتحب تختبره تاني، وبتقول له بس انا حولت كل فلوسي للجمعيات الخيريه. بس اول ما بيسمع انها ما بقتش غنيه وصرفت كل فلوسها بيسيبها على طول. والبنت بتعيط وبتقول للجناني وانت كمان ما مشيتش ليه؟ وبالله الحب مش بالفلوس، هنبقى على الحلوه والمره مع بعض.